السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ حلقة جديدة، معلش أخرت عليكم امبارح. كنت مستني موضوع بالونة إمام عاشور يهدى شوية عشان أتكلم كلمتين جد معاكم. في البداية قبل أي حاجة عايز أشكر كل الناس اللي اشتركت في القناة وكل الناس اللي اتفاعلت مع الفيديو اللي فات. بس ليه عتب على الراجل اللي قاعد في الصف التالت ده أهو، أنا شايف والأستاذ اللي قاعد هناك ده. أنت اتفرجت على الفيديو 11 مرة، تمام، ولسه ما اشتركتش في القناة. اشترك في القناة بدل ما أسحب منك البيبسي وأكتب قدامك سوء استماع وسخرية. ماشي؟ ماشي يا حبايبي. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن 3 حاجات. أول حاجة بالونة إمام عاشور. تاني حاجة الإعلام الفاسد في مصر. تالت حاجة وأخطر حاجة عودة أبو سنيدة القطري، رجل المخابرات القطري، عودة أخطر رجل في العالم. تمام. في البداية قبل الحلقة ما عايز أقول لكم كلمتين. ما تنسوش إخواتكم، اتكلموا عليهم، ادعوا لهم. يا رب انصرهم، يا رب قويهم، ويا رب نعيش ونشوفهم منتصرين إن شاء الله. طيب، أولا كده موضوع بالونة إمام عاشور. أنا راجل أهلاوي، تمام. انا وانا بتفرج على الماتش انا بتفرج مع ناس حبايبي ومديريني، مستر وجيه ومستر جلال. انا قلت لهم انا قلت لهم من نفسي، انا مش عاجبني اللي عمله امام عاشور. انا كراجل اهلاوي انا مش عاجبني. ده رايي، انا حر، انا مش عاجبني. تمام. طيب، بعد الماتش الناس كلها اتكلمت وطلع، وامام عاشور طلع بره وقال انا قبل كده اصل ده بنتي، وطلع احتفال عالمي والناس كلها بتحتفل. انا كل الكلام ده ما يخصنيش. يعني كل الكلام ده بالنسبة لي أنا ما يخصنيش. أنا عايز إمام يركز في الملعب بس. ولو حاجة هتجيب شبهة أو حاجة هتطلعه عن تركيزه، خلي دماغه في الكورة بس. أنت لو دماغك في الكورة بس هتاخد أحسن لعيب في أفريقيا كل سنة مستريح. ركز في الكورة بس، ابعد عن الجمهور، ابعد عن اللقطة، ابعد عن السوشيال ميديا. ركز في الكورة بس، ركز في الملعب بس. أنت جايب جول وواخد أحسن لعيب في الماتش، ما حدش يتكلم عن الكلام ده. الناس كلها طلعت اتكلمت عن الاحتفال بتاعك. تمام. ده بالنسبة لإمام عاشور. بس اللي مستغرب له، يعني لما اشوف راجل مثلا ابوه تعب ووداه مدرسه وصرف عليه وكبره وعلمه، وبعد ما خلص مدارس دخل كليه ودخل اعلام ودرس وخلص وربنا كرمه واشتغل في صحيفه او في جورنان او في قناه، وراجل محترم ووقور وعلى دماغي من فوق، كبير في السن مثلا 50 60 سنه، ويطلع يقعد ساعه ونص يتكلم عن لون البالونه بتاعت امام عاشور. مش عارف. انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. انا اتفرجت بعد الماتش على كل القنوات، كل القنوات، كل المحللين، كل لعيبه الكوره، كل الصحفيين، ما حدش بيتكلم عن الماتش. حوالي 30 40 ساعه هوا، و30 40 ساعه في الفضائيات، كلهم بيتكلموا على بالونه امام عاشور. لدرجه يا راجل ان هم جابوا خبراء وناس من بره، وخبراء لوائح عشان يتكلموا يشوفوا هيتعاقب ولا لا، ايه اللائحه بتقول ايه. ودرسوا لوائح عشان يشوفوا موضوع امام عاشور هيتعاقب عليه واتحاد الكره هيعاقبه ورابطه الانديه تعاقبه ولا لا. تخيلوا الفضا وصل بيهم لايه. تخيلوا الفضا وصل بيهم لايه. والنقطه دي هتخليني الحم في النقطه التانيه على طول. فساد الاعلام الرياضي في مصر. معلش يا جماعه، يا كابتن ابراهيم يا فايق، انا بحبك وبتفرج عليك، بس حد كده يقول لي حق احمد رفعت فين؟ الله يرحمه. حد بيتكلم عن احمد رفعت دلوقتي ولا خلاص؟ هي كانت لقطة ونعيط ونطلع واخد الترند وخلاص على كده. انتوا فاضيين عشان تتكلموا على بالونة امام عاشور وقصة شعر دونجا والتويتة بتاعت مصطفى شلبي وتجديد عقد زيزو، ومين لقح على مين ومين قال ايه وده شاور وده عمل كذا وصورة منزلها كهربا. اتكلموا يا جماعة، نطور الرياضة ازاي؟ اتكلموا نطور ملاعبنا ازاي؟ اتكلموا ازاي نعمل خطة عشان نرجع الجمهور للمدرجات؟ اتكلموا في حاجة مفيدة. اتكلموا في حاجة مفيدة. انتوا ناس فاضية، بأمانة أقسم بالله انتوا ناس فاضية، ما عندكوش أي حاجة. معلش، مين الناس اللي بتطلع علينا في الإعلام دي؟ إيه مؤهلاتها؟ يعني مين خالد الغندور ده؟ يعني هو درس إعلام فين؟ ولا يعني هو عشان لعب كورة يبقى إعلامي ويطلع ويقول أخبار ويكلم ناس 3 4 ساعات على الهوا كل يوم؟ مين إبراهيم سعيد ده؟ إيه مؤهلاته؟
ولا مين اسامه حسن ده؟ ولا مين الناس دي؟ مين عشان تطلع تكلمنا في الفضائيات وتشتغل صحافه واعلام؟ الناس دي درست ايه مؤهلاتها؟ معلش، في ناس دارسه اعلام وقاعده في البيوت. انتوا عشان لعبتوا كوره ماشي، انت لاعب على كوره على دماغي من فوق، بس مكانك الملعب. خلاص بطلت ملعب، تعالى ضيف في برنامج، قول رايك، يستضيفوك تحلل ماتش. لكن ما تبقاش اعلامي ومذيع وصاحب قنوات وتشتغل في ثلاث اربع قنوات في اليوم، وفي الراديو وفي الاذاعه وفي التلفزيون، وتكتب مقالات في الجرايد. مين انتوا؟ انتوا الناس دي مين؟ انا تعبت من الناس دي. والحاجه التانيه اللي عايز اكلمكم فيها او التالته، موضوع ابو سنيده القطري. فاكرين لما رئيس نادي الزمالك كان بيطلع بيقول ان ابو سنيد القطري اهو، وبعت لي على التليفون، وبعد بيقول لي كذا 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 اهو، وابعت واوري لكم الرسائل بتاعته. هو بيبعت بيقول لي هيدمر نادي الزمالك. تقريبا ابو سنيد القطري خلص على الزمالك، ودلوقتي بدأ مع الاهلي. انا مش عارف بصراحة، يعني انا ملاحظ كده ان قطر بقت فاتحة نفق مع النادي الاهلي. في الاول لبسونا يوسف ايمن، ما اعرفش جايبينه منين ده، بناء على ايه؟ لعيب كوره اصلا ولا الناس اختاروه ازاي؟ وبعد كده عمالين يلعبوا في دماغ اللعيبه. حمدي فتحي، بعد كده احمد عبد القادر، ودلوقتي بيرسي تاو، وبعديه اكرم توفيق. فانا مش عارف يعني. كابتن محمود خطيب بلغ الامن، تمام. ولو بعت لك رساله ابو سنيد القطري، اديها للمخابرات عشان نقفل القصه دي، عشان انا تعبت بصراحه من موضوع قطر ده. انا دلوقتي بنام بصحى، قطر بتاخد من عندنا لعيب، قطر بتفاوض مع لعيب، فجأة كده افتكروا الاهلي. خلاص مفيش لعيبه في مصر غير في الاهلي. ما علينا. وحاجه كمان برضه عايز اقول لكم عليها. انا بقول لاداره النادي الاهلي، قبل ما تدي مرتبات، وقبل ما تدي عقود، وقبل ما تعين فريق سكاوتنج وفريق كشافه وفريق طبي، هات عجل واذبحه يا عم، وزعه لله. في حاجه غلط، والله في حاجة غلط. أنا مش عارف يعني. أنا أول مرة في حياتي، أنت لو حد فيكم شاف يبعت يقول لي في الكومنتات. أنا أول مرة في حياتي أشوف فرقة نص الفرقة بيجي لها خلع في الكتف. إحنا عملنا تعاقد مع الإصابة دي، خلع في الكتف. يعني إصابة أصلا ملهاش علاقة بالرجلين ولا بالكورة ولا إصابة في الكتف. ولو مش مع النادي بيبقى مع المنتخب. يعني محمد الشناوي خلع في الكتف، أكرم توفيق خلع في الكتف، إمام عاشور مرتين خلع في الكتف، آه، لعيبه كتير، حمدي فتحي قبلهم كان خالع في الكتف. واصابات غريبه بتحصل في النادي الاهلي. وبعدين موضوع اصابات الاهلي ده بصراحه مريب بالنسبه لي. انا اللعيب في الاهلي بيجي له شد بيقعد حوالي شهرين او ثلاثه. الشد بره بيقعد مثلا 8 ساعات وخلاص، بيتدرب بياخد راحه 8 ساعات التدريبه، وتاني يوم بينزل التدريب عادي، خلاص الشد راح. انا عندي في النادي الاهلي الشد بيقعد حوالي 3 شهور بيتعالج. معرفش ليه. كمية إصابات ورباط صليبي، مفيش لاعب بيكمل 3 4 ماتشات مع بعض. هو إصابات غريبة وعجيبة، كسر في الجمجمة، ارتجاج في المخ، خلع في الكتف، إيه مش عارف، وتر أكيلس، رباط صليبي. إيه إيه أنا ممكن أديلكوا رقم دكتور حبيبي الدكتور هادي، عينوه في الجهاز الفني أو في الجهاز الطبي بتاع النادي الأهلي. هو الراجل ده طبيب جراح وبتاع مسالك بولية، تمام. فغالبا هتحتاجوه قريب، لأن إحنا دخلنا في جميع أنواع الإصابات، مفيش حاجة ما خليناهاش في الاهلي ما جاتلهمش. فهاتوه عشان ممكن تحتاجوه بعد كده، تمام. بس ده كان فيديو في السريع عشان نازل وعندي شغل متاخر على الشغل. فعايز اقول لكم بحبكم في الله، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.